يا مساء الفل على الحلوين او يا صباح الفل على حسب ما التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. وحشتوني جدا من اخر فيديو نزلته. انا عارفه ان انا اتاخرت عليكم بس كان عندي ظروف كده. اولا كده نصلي بينا على النبي في الكومنتات. كل اللي يقرا الكومنت بتاعك تاخدي حسنات. حطي لايك كده سريع للفيديو، كومنت جميل كده، دعوة حلوة. النهاردة ان شاء الله هنعمل شوية قرص حلوة كده بالعجوة وشوية قراقيش لزوم السقساوة بتاعت الشاي بلبن في الشتاء والتلج اللي احنا فيه ده. زي ما انتوا شايفين معايا ما شاء الله الكمية. العجوة في القرص جميلة. هقولك ازاي القرص تطلع ناعمة معاكي وناعم. القرص نفسها العجينة تبقى ناعمة. ازاي طريقة التسوية المظبوطة اللي تخلي القرص معاكي ما شاء الله من فوق ومن تحت مظبوطة، ما تكونش مع جوه. كل التفاصيل هنتابعها مع بعض اللي بيخاف يعمل قرص او اول مرة يجربها. هنبدأ هنا بقى في المقادير. واول حاجة هعملها هعمل الخميرة واسيبها علشان تفور معايا. دي اول خطوة واهم خطوة. بتجيبي كوباية لبن او مية تكون دافية، بس خليها تكون دافية شوية علشان احنا بقينا في الشتاء والجو ساقعة. هنعمل عليهم كوباية سكر كبيرة وننزل بالخميرة. انا عاملة 3 كيلو دقيق، هستخدم عليهم كيسين من الخميرة وكيس بيكنج باودر او كيك شيف اللي انتوا حابينه. بدأ او بصوا، هو كل كيلو دقيق ليه كيس من الخميرة، فانا يعني شلت كيس من الخميرة وحطيت بداله بيكنج باودر. زي ما انتوا شايفين اول ما نزلت بالبيكنج باودر ابتدى الخليط يفور، يعمل معايا فوران. هو ده اللي انا عايزاه. هركنه على جنب علشان انخله. تمام، هبدأ ان انا انخل مع نفسي كده عشان الفيديو ما يطولش عليكم. اهم حاجة ان انتوا تنخلوا الدقيق كويس جدا عشان تدخلوا فيه هواء وما يكونش فيه اي كلاكيع، عشان يكون فيه كلاكيع صغيرة كده. تاني حاجة اللبن يكون رايب، ويستحسن يكون رايب يعني اللي هو قاطع زي ما بنقول عليه يبادي. طبعا اللبن كان رايب من كذا يوم فكنت حطاه في التلاجة، فحبيت ان انا ادفيه. انت بتدفي عادي مفيش اي لا. لو حسيتي ان هو عمل جبنة انت ما بتدفي على نار هادية خالص لحد لما بيدفى الدرجة اللي احنا محتاجينها. وبعد كده لو حسيتي ان هو جبن منك اديه فرمة في الخلاط. ممكن تعمليه زي ما هو وعادي جدا يبقى زي الزبادي وبيدي حلو قوي للقرص. زي ما قلت لكم انا مستخدمه 3 كيلو دقيق، ليهم كيلو من السمنه وكيلو ونص من اللبن، واحتاجنا ميه. يعني 3 كيلو دقيق، كيلو سمنه، كيلو ونص لبن، وحوالي كوبايه ميه من اللي هي الكوبايه الكبيره اللي هي بتاعه العصير كبيره. ساعة الخطوة دي لما تيجي هقول لكم انا احتاج بعد ايه. انا اول حاجة ضفت السمنة، اول حاجة خالص ضفت السمسم. ضفت عليهم نص كوباية من السمسم المتحمص، حمصت وضفته على الدقيق اول حاجة. وبعد كده نزلت بالسمنة وابتديت ان انا اخلطها بالدقيق، وبعد كده نزلت بلبن. الخطوة دي هنا بقى كده العجين محتاج منك سوائل. بعد ما ضفت اللبن والسمنة واللبن وعجنت شوية، حسيت ان العجينة محتاجة مني سوائل. انا ناشفة مقطعة خالص زي ما انتوا شايفين، مقطعة في ايدي خالص، ماسكة في بعضها، ما بتمطش معايا. هي مش بتمط قوي، المطة اللي مطلوبة ما تكونش بتمط قوي، بس ما تكونش ان هي معجزة كده في ايدك. ضفت المية، حابة تضيفي لبن تمام، حابة تضيفي مية، حابة تضيفي نص لبن نص مية انت حباه. ونفس النظام السمنة، حابة تضيفي مقدار السمنة زيت برضو تمام. هبدأ ان انا اعجن فيها. اهم حاجة العجن بتدخليها كويس جدا في بعضها، تعجني حبة كويسين كده. بعد ما ضفت المية انا ابتديت ان انا انزل بكوباية المية كبيرة. نزلت بيها تدريجيا، ما نزلتش بيها مرة واحدة، علشان اشوف العجينة هتظبط معايا بعد قد ايه. علشان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني، فما تغلطوش وتحطوا المية او السوائل كلها مرة علشان خاطر ما تطرش او معاكم. انا ضفت اللبن كله مره واحده علشان انا عارفه ان تاني غير اللبن اللي انا حطاه، فعشان كده انا كله مره واحده. طبعا عشان انا اعملها على طول وايدي فيها على طول، يعني معتاد عليها، فانا عارفه المقدار الحاجه اللي بيها هتاخد مني قد ايه. بالنسبه للمبتدئين لسه هيعملوا
انت هتعملي مثلا يبقى تحطي عليه اكتر من نص سمنه على حسب انت حباه. في ناس بتعمل الكيلو دقيق عليه ربع سمنه، في ناس بتحط النص، في ناس بتحط نص، على حسب اللي انت حباه. كيلو الدقيق هياخد منك سوائل حوالي كيلو لبن او سوائل. وممكن يحتاج لو الدقيق بيحتاج منك بيشرب، يعني بيشرب السوائل بسرعة، ممكن تاجي نص كوباية شاي او كوباية ربع من المية او اللبن على حسب هتضيفي ايه. هنا بعد ما خلصت عجن كويس جدا، انا فصلت الكاميرا لمدة 7 دقايق غير من اللي انا عجنته قدامكم في الكاميرا. اهم حاجه زي ما قلت لكم العجن، انا هنا عجن في حله عشان اغطيها وتكون محكمه الغلق، عشان ادفيها كويس جدا وهي على الرخامه. واكتر مكان العجينه تخمر فيه دايما في المطبخ، علشان المطبخ بيبقى دافي عن يعني اي مكان في البيت. ان انا الف العجينه كويس قوي العجينه واخلي الخميره تتفاعل في العجينه ان هي تتخمر كويس. اولا العجينه بتلاقيها نفشه معاكم، بتلاقيها مطاطيه جدا، هتشوفوها مفتح عليها تلاقيها بتمط في ايدك. تاني حاجه بتخلي ريحتها حلوه قوي في التسويه. تاني اول حاجه انا نسيت اقول، انا استخدمت ظرفين من الفانيليا، مش عارفه كانوا بانوا بتهيألي في اول الفيديو بس انا كنت نسيت ان انا اقوله لكم. حابين فانيليا تمام، مش حابين ممكن عنها ممكن تستخدموا مع اي روايح انتوا حابينها، برتقان، جميع الاسانسور، سواء اسانس برتقان موز ممكن تضيفوها. والعجينه خمرت، بصوا المط عجينه قد ايه، بسم الله ما شاء الله. انا سبتها ساعتين علشان الجو ساقعة زي ما انتوا عارفين، ولازم اسيبها ترتاح كويس جدا. زي ما انتوا شايفين معايا العجينة بتمط في ايدي لدرجة مش طبيعية. طلعت العجوة، وهنا دي العجوة كنا عاملينها مع بعض في الفيديو اللي كنت عاملكم من قيمة شهر ونص كده. بصوا العجوة، انا قلت انا بعمل العجوة كده في الكيس دوت محتاجاها في معجنات. بص منها بكل سهولة ازاي، مش خالص، ما بتحتاجش ان هي تتفك بسبالة ولا تعملي فيها اي حاجة. انت بتطلعيها من الفريزر تفك براحتها، وتبدأ ان انت تشكليها بين ايديكي كده، تدفيها يعني تدعكيها بين فك ايدك كده، تدفى بين ايديكي هتلاقي ناعمة خالص معاكي. هبدأ ان انا اعمل قرصتين 3 كده علشان تشوفوا ازاي العجوة تكون متقعة في القرصة كلها. ودي مهمة جدا. مثلا الناس بتعملها بتبقى في نص بالقرصة، ما بتبقاش في القرصة كاملة، على تبقى معاكي متوزعة في القرصة. حتة العجوة ما تكونش مدورة، تطيها كده ما بين ايدك، ودايما بين صوابعك نعميها كويس قوي، وصوابعك كده وافرديها على قد ما تقدري، على قد حجم القرص تعمليها. هتشوفي الحجم تعمليها قد ايه، وتعملي حاجة العجوة وتبدأي تحطيها جوه العجينة وتحطي عليها واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين انا يعني فردة العجوة في ايديا ازاي. وهنا العجوة حلوة في ايه، الطريقه اللي انا العجوه يعني ان هي ما بتش ان هي تتفك في او ما بتحتاجش النار علشان تتفك. دايما اللي احنا بنجيبها من عند العطار بتحتاج لنار وسمنه علشان انتوا تفكوها. لو حابين تعملوا اللي هي بعجوة، اللي هي كعب الغزال اللي بتتعمل في الافران، بتطلعي العجوة بنفس الطريقة برضو اللي انا عفرديها على الرخامة وبين الكيس وبعضه وبالنشابة بتاعت او الفطير، وتفردي فيها بتفرد معاكي. وهنا قية القرص بعد ما خلصت خالص، طبعا انا ما صورتش معاكم عشان الفولش خمير اللي بتسيبيها، انا سبتها حوالي ساعة. علامة التخمير تشيلي قرصة تشوفي القرصة من تحت، هتلاقي العجينة مختمرة من تحت. خلاص ابدأي ان انت سوي. انا ما شاء الله رمت معايا كمية جدا من عملت قرص سادة، قرص بعجوة، شوية قراقيش. انا دايما بحبش تكون خفيفة، ماشي، انا بحبها خفيفة، عساها في الشاي بلبن، فبحبها كده تكون قرمشة كده وحلوة بطعمها قوي كده. شكلت منها اللي انت حباه. برضو ممكن تعملي شوية رقيش اللي هي كعب الغزال بتاعة الفرن زي ما قلت لكم، تفردوا العجوة على الرخامة زي ما قلت. وهنا دي كانت اول صلة، وعايزة اقول لكم ريحتها كانت جايبة الشارع.
سخنة جدا، بسم الله ما شاء الله. التسوية حلوة قوي. بالنسبة لو هتسوي في فرن البوتاجاز درجة حرارة، اول حاجة بتولع الفرن يسخن جدا على درجة حرارة، وبعد تولع بتسوي على درجة حرارة 200. عندك مروحة بتشغليها، لو مش عندك، لو الفرن بتاعك شغلش فوق وتحت مع بعض، بتشغلي الفرن الاول، وبعد كده بعد تستوي من تحت بتشوية عليها من فوق تاخد لون. انا بالنسبة لي سويت في فرن الغاز. الصراحة بفضل المخبوزات فيه جدا لانها بتظبط الدنيا فيه. زي ما انتم شايفين القوام بتاعها جميل، القرص ناعمة، القراقيش جوه او السادة او القراقيش، فكان حلوة جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا لو بحاجة، واتمنى برضو ما تنسوا دعوة حلو بدعوة من قلبكم. ويا رب ما اكون طولت عليكم. بالنسبه للناس اللي الفيديو يكون طويل، ممكن انه اعدادات بتاعه الفيديو نفسها عشان الفيديو في اللي لسه ما جربهاش، يبقى احنا دخلنا في وبجد بنبقى محتاجين نولع الفرن كده قوي، والفرن شغال في البيت. ربنا ما بين ايديكم. مش عارفه مالي متلخبطه في الكلام. اتمنى الفيديو كله، وما تنسونيش في لايك ودعوه حلوه.